السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 13 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقتنا النهاردة غريبة، وفي نهاية الحلقة بتحصل حاجة بتغير مفهوم الحلقة كلها. اسم حلقة النهاردة هو الضوء وسط الثلوج. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في عصر يوم 6 يناير سنة 1982، هارولد براي، واللي كان رئيس قسم الشرطة في مدينة جيفرسون في ولاية كولورادو، وصل لمطار دنفر. هارولد كان متأخر على ميعاد الطيارة لأن الطريق كان زحمة بسبب عاصفة ثلجية شديدة. وبعد ما دخل بسرعة وعدى إجراءات المطار، وصل أخيرا وفي آخر لحظة للبوابة بتاعته. هارولد ارتاح ودخل الطيارة وراح قعد في الكرسي بتاعه واللي كان موجود جنب الشباك. قعد وربط الحزام وخد مجلة من الكرسي اللي قدامه وانتظر الإقلاع. وبعد 15 دقيقة الطيارة بدأت تقلع. هارولد كان باصص من الشباك والطيارة بترتفع في السماء، ولكن قبل الطيارة ما ترتفع للسحاب، هارولد لاحظ حاجة غريبة جدا وهو باصص من الشباك. جنب مدينة جيفرسون كان في طريق طوله حوالي 35 كيلومتر، والطريق ده كان بيعدي وسط جبال الروكي، وكان اسمه معبر جوانيلا، واللي بيوصل العربيات من فوق الجبل واللي على ارتفاع 3 كيلومتر. هارولد كان عارف الطريق ده وعارف كمان المناظر الخلابة اللي فيه، ولكن في الوقت ده من السنة وتحديدا طول فصل الشتاء الطريق بيكون مقفول ومفيش عليه أي خدمات بسبب إن التلج بيقفل المكان كله. ولكن الغريب إن لما هارولد كان باصص من الشباك على الطريق ده لاحظ كشافات عربية. هارولد كان مستغرب جدا من إن ليه في عربية موجودة على الطريق ده في الوقت ده من السنة وفي وسط العاصفة دي. هارولد فضل باصص على العربية، ولكنه لاحظ حاجة تانية، وإن في حد عند العربية معاه كشاف وعمال يقفله ويفتحه في اتجاه السماء. هنا عرف إن الراجل ده بيطلب المساعدة، وبسبب خبرته في الشرطة كان عارف إن احتمالية إن أي حد تاني يعدي في طيارة ويشوف الراجل ده بيطلب المساعدة هي صفر، وإنه لو ما عملش حاجة الشخص ده أكيد هيموت. وبسرعة هارولد قام من الكرسي بتاعه وشاور للمضيفة وحكى لها عن اللي حصل، وقال لها إنه رئيس اسم الشرطة. وفعلا المضيفة خدت الموضوع بجد وراحت لكابينة القيادة وقالت للكابتن على الموضوع، والكابتن استخدم جهاز الإرسال وبلغ السلطات. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. وفعلا بعد فترة قصيرة قسم المطافي بعت عربية للطريق ده عشان يحاولوا ينقذوا الشخص ده من التلج. وبعد ربع ساعة رئيس قسم المطافي، واللي كان اسمه ديف مونتايا، واللي كان راكب عربيته، راح ينقذ الشخص ده. ووصل الطريق وفضل سايق وسط التلج لحد ما لاحظ كشافات العربية، واللي كانت اتزحلقت في التلج وبقت في حفرة. ديف ركن عربيته وراح للسواق، ولقى جوه العربية شخص مرعوب، واللي كان اسمه ألان فيليبس، وكان عنده 30 سنة وكان ميكانيكي عايش في دنفر. ولما وصله ديف كانت الدنيا ليل، وتحديدا في منتصف الليل، والحرارة كانت 30 تحت الصفر. وكل اللي ألان كان لابسه هو جاكيت خفيف جدا وبنطلون جينز. فلو هارولد ما كانش خد باله من الطيارة غالبا ألان كان مات من التلج.
ولما ألان شاف ديف بيخبط على عربيته بدأ يعيط من الفرحة إن هما لقوه. ولما ديف سأله عن إيه اللي حصله وليه هو موجود في الطريق ده دلوقتي، ألان قاله إنه كان مع أصحابه، وإنه لما جه يروح قرر بغباء إن هو ياخد الطريق ده لبيته، وكان ناسي إن الطريق ده في الشتاء بيبقى متغطي بالتلج ومقفول. وفي وش ألان كان فيه كدمة كبيرة. ولما ديف سأله إزاي اتعور كده، ألان ضحك في كسوف وقال له إن هو لما العربية عطلت بيه كان عايز يدخل الحمام، فنزل من العربية وقضى حاجته. ولكنه في وسط العاصفة معرفش يشوف مكان العربية بتاعته تاني، لأن التلج كان مصعب الرؤية، وده اللي خلاه يخاف وبدأ يجري وسط التلج عشان يلاقي عربيته. وفجأة اتخبط في العربية بوشه لأنه ما كانش شايفها. ديف ضحك وقال له ما يقلقش وإنه دلوقتي هيكون كويس. وعلى مدار الأيام اللي بعد كده الصحف المحلية في المنطقة عرفت اللي حصل وكتبت عن الموضوع، وسموها المعجزة في معبر جوانيلا. ولكن في الحقيقة هي ما كانتش معجزة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку. بعد 38 سنة وتحديدا في سنة 2020 اكتشفوا إن ألان كذب على ديف بخصوص إيه اللي جابه للطريق ده. في الحقيقة إن ألان في بداية اليوم ده كان قتل 2 من عابري الطريق في ولاية كولورادو، والقضيتين دول اتقفلوا من غير ما يعرفوا الجاني فيهم في الوقت ده. ولكن في نهاية سنة 2020 دليل جديد ظهر، وكان الحمض النووي بتاع ألان بيربطه بالجريمتين دول. وقبل ساعات من إنقاذ ديف لألان، أنيت شني ركبت مع ألان وطلبت منه إنه يوصلها في حركة الأوتوستوب الشهيرة اللي كانت موجودة في الوقت ده. ولما ركبت العربية ألان طلع عليها مسدس وربطها، وبعد كده وداها الغابة وضربها بالنار. وقبل ما يقتلها بساعات كان قتل برضو باربرا أوبرهولسر اللي كانت عندها 29 سنة بنفس الطريقة. ولكن قبل باربرا ما تموت قاومته وضربته في وشه بعنف، وده كان سبب الكدمة اللي كانت في وشه. فالسبب الوحيد اللي خلى ألان يكون في الطريق ده إنه كان بيحاول يهرب من المنطقة اللي ارتكب فيها الجرائم دي. وفي شهر فبراير سنة 2021 ألان واللي كان عنده 70 سنة في الوقت ده تم القبض عليه واتهامه بالجريمتين، وحاليا منتظر محاكمته. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت البودكاست اللي هتلاقيه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.